اهلا بيكم. هتكلم معاكم النهارده عن اقوى علاج لحب الشباب، حاجه هتوديه في خلال اسبوع بالكتير، ايا كان كتير او قليل. هقول لكم عليه، لكن انزلوا الاول دوسوا على زر الاعجاب واشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا نبدا الفيديو. جايب لكم النهارده نوعين من اقوى الحاجات اللي بتستخدم لعلاج حب الشباب. الحاجه الاولى غسول اسمه ديميكاب، والحاجه التانية جل اسمه اندوديرما. يا ريت يا جماعه ما تقفلوش الفيديو وتروحوا تجيبوا الحاجات دي قبل ما تسمعوا الفيديو للنهايه، علشان هقول لكم على حاجات مهمه في طريقه الاستخدام ومواعيد استخدامه وبعض التحذيرات او الاحتياطات. فاسمعوا الفيديو للنهايه. هسيب لكم صور الغسول والجل علشان تقدروا تروحوا الصيدليه وتجيبوا زيها. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك وكده، يعني روقوا عليا زي ما بروق عليكم يا حبايب قلبي. نبدأ بالغسول اللي هو ديميكاب. بتغسل وشك بالغسول ده كويس، بتبخ على ايدك شوية من الغسول بعد ما تغسل وشك بمية عادية، وبعدين تغسل وشك كويس بالغسول لمدة 5 دقايق، وبعدين بتغسله بالمية تاني وتنشفه في فوطة نظيفة وخاصة بيك انت، وتمسح بشويش خاصة لو الحبوب ملتهبة عليك، علشان الاحتكاك بيزود الالتهابات. وبعدين بتستخدم الجل وبتدهن على اماكن الحبوب كلها حبايه حبايه، وبرده دهنه بشويش علشان الحبوب ما تهيجهاش اكتر. وبتكرر الكلام ده او الروتين ده مرتين، الصبح واخر النهار، وهتمشي على العلاج ده بالشكل ده لحد ما تختفي الحبوب. وبعدين ممكن تستخدم الغسول كوقايه او حمايه. والشاي بالشاي يذكر تاخد بالك انه في بعض الاكلات او الحاجات اللي ممكن تزود معاك الحبوب، زي الدهون، اللحوم البيضاء، زي الشطة او اي حاجة حراقة، زي المسليات بصفة عامة، اللب او الفول السوداني او اي حاجة زيوتية او دهنية. وزي ما قلتلكم في كل فيديو، انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة، فبقول لكم عليها على اساس انها هتجيب معاكم برضو نتيجة كويسة. لكن ما تستخدموش اي حاجة غير لما ترجعوا للدكتور او الصيدلي، لان هم اكتر اتنين هيقولوا لك الحاجة دي تنفع معاك ولا لا. ما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية.